وأتحداك إنك ممكن تعمل كده. عارف أكتر حاجة ودتنا في داهية إيه هي إننا ما فهمناش بشريتنا بمعناها الحقيقي وما وصلناش مفهوم ربنا عنها بالطريقة الصح. ربك لما خلقنا من شقين مش شق واحد. الشقين دول هما الروح والجسد. أكيد أنت متفق معايا صح؟ طب أنت عديت يوم كامل مرة من غير ما تاكل قبل كده؟ مستحيل يكون ده حصل، وأتحداك إنك ممكن تعمل كده. ده أنت بتيجي في رمضان وبتبقى مش طايق نفسك من قلة الأكل. أكيد كلنا كده. طب ما فكرتش إن روحك دي ربنا خلقها أصلا علشان تتغذى زي ما الجسم بالظبط بيتغذى، ويمكن أصلا محتاجة للغذاء ده أكتر من الجسم هي كمان. فكر معايا كده، لو جسمك ما كلش لمدة 3 أيام ممكن يحصل لك إيه؟ هل ممكن يحصل لك حاجة ويتسبب في مرض أو موت؟ أكيد 1,000,000%. وأتحداك برضو إنك ما تقدرش تعمل كده. طب تخيل إننا بنأكل الجسم وسايبين الروح من غير غذاء زي ما ربنا قال. ربك قال عن غذاء الروح: قد أفلح من زكاها. كان بيتكلم عن الروح وبقمة الوضوح في القرآن، وهو أعلم باللي احنا محتاجين له ايه هو بالظبط علشان ميزان حياتنا ما يختلش. يبقى تخليك ذكي وتعرف ان الروح دي شبه الجسم بالظبط. عشان كده ربنا عمل لك 5 وجبات للروح في اليوم، لانه اعلم بانها احوج للغذاء اكتر من الجسد نفسه. بس احنا ما فهمناش مفهوم ربنا سبحانه وتعالى. الخلاصة عشان ما طولش عليك رغم ان الموضوع كبير قوي، غذي روحك زي ما بتغذي جسمك علشان معادلة حياتك ما تفشلش. واعرف ان لو ما بتعملش كده وناجح في حياتك رغم تقصيرك مع روحك، فده ما هو الا استدراج من ربك سبحانه وتعالى ليس الا. وخلينا اشوفك على خير.